رأي الرئيس محمد نجيب في قانون الإصلاح الزراعي. في صفحة 97 من كتاب مصير مصر الصادر سنة 55 زي ما قلت، اللي هو أول نسخة من مذكراته، الرئيس نجيب بيقول إيه عن الإصلاح الزراعي؟ وهل هناك من وسيلة أفضل لرفع معنويات الفلاح وبالتالي ملكاته من تمكينه من حيازة قطعة أرض؟ إن الفلاح الذي لا يملك أرضا لا يعدو أن يكون إنسانا محطما، أما الفلاح مالك الأرض فهو رجل حي لا يتردد في الدفاع عن أرضه ولو جاد بالحياة. والفرق بين الفلاح مالك الأرض والفلاح المعدم هو الفرق بين الإنسان والحيوان الذي يمشي على قدمين، ولا بد لنهضة مصر من رجال. لذا كان قانون الإصلاح الزراعي وسيلتنا لتحويل الفلاح المصري لرجل قادر على بناء وتنمية وطنه. وقد تخلصت من وزارة علي ماهر لأصدر القانون الذي غير مسار حياة الفلاح المصري للأفضل. ده رأي الرئيس محمد نجيب في الإصلاح الزراعي، قانون الإصلاح الزراعي سنة 55. نيجي بقى الرأي لنفس القانون بس سنة 84 في كتاب كنت رئيسا لمصر. في صفحة 159 الرئيس نجيب قال التالي: صدر قانون الإصلاح الزراعي رغم معارضتي ونزولا على رأي الأغلبية، فقد كنت مع الضرائب التصاعدية، وكنت أرى أننا سنعلم الفلاح الذي حصل على الأرض بلا مجهود أو تعب الكسل والنوم في العسل. وكنت أرى أن تطبيق القانون سيفرض علينا إنشاء وزارة جديدة لمباشرة تنفيذه، وزارة الإصلاح الزراعي، وهذا سيكلفنا أعباء مالية وإدارية لا مبرر لتحملها. وكان من رأيي أن وجود الملاك الجدد بجانب الملاك الأصليين سيثير الكثير من المتاعب والصراعات الطبقية. برضو رأي متناقض تماما مع رأيه الأول.